أهلا بيكم في حواديت سيما، وأهلا بكل عشاق الكوميديا والضحك. رمضان قرب خلاص، ومعاه طبعا مسلسلات كتير هنقضي وقتنا قدامها بعد الفطار. وفي رمضان 2025 باين إن الكوميديا هتكسر الدنيا، وفي الفيديو ده هنتكلم عن أهم وأجدد المسلسلات الكوميدية اللي هتتعرض في رمضان موسم 2025. لكن قبل ما نبدأ، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. جاهزين؟ يلا بينا. ادي يا سيدي البامبرز. انت جايب لي اتنين؟ مش هم اتنين توأم؟ 3 2 1 هوا. أول مسلسل معانا النهاردة هو مسلسل شهادة معاملة أطفال من بطولة الفنان محمد هنيدي، راجع بعد غياب طويل بمسلسل كوميدي جديد. والمسلسل بيدور في إطار كوميدي اجتماعي وبيوعد بضحك من القلب. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وقناة العرض هتكون قناة الحياة. والمسلسل اللي معانا بعد كده هو مسلسل الكابتن. أكرم حسني مستمر في تقديم الأعمال الكوميدية المميزة بمسلسله الكابتن، وهو بيجمع بين الكوميديا الخفيفة والقصة المشوقة، وده اللي بيخليه من أكتر المسلسلات المنتظرة في رمضان. والمسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وقناة العرض هتكون قناة DMC. والمسلسل اللي بعد كده معانا في قائمتنا هو مسلسل مذكرات نشال بطولة الفنان أحمد أمين، وهو مسلسل بيجمع بين الكوميديا والفانتازيا، وبيوعد الجمهور بتجربة جديدة مختلفة وممتعة. والمسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وقناة العرض هتكون DMC. والمسلسل اللي بعد كده معانا في قائمتنا هو مسلسل أشغال شقة الجزء الثاني من بطولة الفنان هشام ماجد وأسماء جلال. بعد نجاح الجزء الأول السنة اللي فاتت، هشام ماجد وأسماء جلال بيرجعوا من تاني بجزء جديد من مسلسل أشغال شقة. المسلسل بيكمل مغامرات الزوجين اللي بتقابلهم مواقف غريبة وكوميدية، وهيكون المسلسل مكون من 15 حلقة، وقناة العرض هتكون MBC مصر. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل مش هو ولا هي من بطولة الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وهو مسلسل كوميدي خفيف، وهيكون مكون من 15 حلقة، وهيتعرض على قناة النهار. وهنيجي للمسلسل اللي بعد كده معانا، وهو مسلسل كامل العدد الجزء الثالث بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، وهيكون استكمالا لأحداث الجزء الأول والجزء الثاني. وتدور أحداث المسلسل حول الدراما الكوميدية باستكمال الأحداث المثيرة اللي بتحصل في عيلة أحمد وليلى، وهيكون مكون من 15 حلقة، وقناة العرض هتكون قناة وبعد كده معانا هو مسلسل نص الشعب اسمه محمد بطولة الفنان عصام عمر. والمسلسل هتدور أحداثه حول الدراما الاجتماعية الكوميدية حول شاب بيتعرض للعديد من المشاكل والأزمات بسبب اسمه بيكون عايز يسافر، لكن بتحصل مشكلة بسبب تشابه الأسماء، وبيتعرض للعديد من المشاكل اللي بتطارده بسبب تشابه الأسماء في إطار اجتماعي كوميدي لايت. والمسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وقناة العرض هتكون قناة MBC مصر. دي كانت أهم المسلسلات الكوميدية المنتظرة في رمضان 2025. قولنا في التعليقات ايه أكتر مسلسل متحمسين تشوفوه، واستنونا في فيديوهات تانية كتير عن باقي مسلسلات رمضان. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير. سلام.